السلام عليكم. اليوم مع وصفات موالت بواحد الفكره، دي بولات مع لاصوص طوماط شبحتهم هكذا بالبطاطا مقليه. تقدري تستغناي عليها الا كنتو عائله كبيره زيديها. حاجه خفيفه توجديها في ميم با نص ساعه تكون واجده معك. يلا تبعي معايا الاخير ويجو بنان تحفه. تبعي معايا الاخير تكتشفي الطريقه تجربيها واكيد راح تنال اعجابك. اذا عندي هنايا كميه تاع لا فيونداشي ماشي بزاف. ندير معاهم هنا عندي زوج ربطات تاع السلق، الربط تاعي كانوا صغار غليتهم في الماء وعصرتهم مليح. دوك انا نحب هاد الطريقه، كل واحد دير الطريقه اللي حبتها. الا ما تحبش هاد الطريقه دبليه، يعني تبليه ذبليه في المقله مع شويه نتاع الثوم وشويه نتاع الزيت. الملح ما ديريلوش حتى يدبل لك تماما وينشف لك من الماء، ولكن انا بهذه الطريقه نحسو انه يجي بنين خير. واش راح نزيد على الخليط نتاعنا؟ نزيد عليه مغرفه كبيره نتاع لا شابلور، نزيد عليه التوابل اللي هما ندير شويه نتاع القزبر يابس ومطحون، ما نكثرش بزاف التوابل فيه، شويه نتاع فلفل الكحل، نزيد عليهم كميه نتاع المعدنوس، بلا ما ننساو الملح. ما نكثروش الملح، ندير غير قيس اللحم لانه نعرفوا السلق ما يحملش كامل الملح. وما درتش كميه كبيره. راح نزيد عليهم عندي هنايا بصله صغيره مسكرفجه اللي كنت سكرفجتها، وراح نحتاجو صفار بيضه. اذا نديرو صفار بيضه والبيض نخليه على جهه من بعد نحتاجوه. اذا نديرو الصفار لهنا. اذا الخليط تاعنا راه واجد، نعجنو مليح مليح. من بعد ما الخليط تاعنا راه واجد نحكم شويه كميه بهذه الطريقه. ندير ثقوب في الوسط وندير مربع تاع فرماج، اي نوعيه تاع فرماج حبيتيها ديريها، طري بورسيون تاع الميزان مبشور اي نوعيه. نديرهم بهذه الطريقه، نحشيهم بالفرماج، نشكل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. يلا بعد كي كملت وشكلت الكرات نديرهم فيها دوك بيض البيض اللي خليته. دوك حنا في العجينه درنا غير الصفر هكذا ونرمدهم مليح في الفرينه. اذا هما الخبيزات تاعنا واجدين، يعني الكرات نديرهم لهنا. والبيض البيض ما خلطتوش هكذا باش ما يرفتليش بزاف، غير يترمدوا من برا ونرمدهم مليح مليح في الفرينه. من بعد هنا عندي مقله درت فيها كميه تاع الزيت سخن. عندي بصله صغيره اللي كنت قطعتها رقيق رقيق، يعني رقوها قد ما تقدروا، ومن الاحسن ما تكونش مسكرفجه، حطيها رقيق تعطيك بنه احسن في لاصوص تاعك. اذا نخليها طيب حتى تبدا تتحمر، تعطينا بنه بزاف بنينه في لاصوص الطوماط تاعنا. لما طاب لي هذاك البصل مليح وبدا يتحمر نسكرفج عليه فص الثوم. دوك انا الفص تاع الثوم تاعي راه كبير، ولا على حسب الكميه اللي ديريها نتاع لاصوص. من بعد نزيد عليهم طوماطيش مصبره. فقط حبيت نمد لكم تتبيره. انا طوماطيش مصبره كيف نديرها؟ كي نفتحها اذا ندير لها شويه نتاع الزيت هكذا، ما نخافش عليها كامل تفسد لي، ونخدم لها هذه الغطاء بالالومنيوم تبقى لي دائما جديده. بما انه هنا عندي هذه الحاره دوبل كونسونطري راح ندير نص مغرفه كبيره فقط. نحمص مليح هذيك لاصوص، يعني طوماطيش مصبره مليح مليح، ونزيد عليها حبه تاع طوماطيش مسكرفجه مع زوج وريقات نتاع الرند. دوك هنا على حساب الكميه اللي حديريها، انا مانيش رايحه ندير بزاف، غير قيس طبسي. نقلي هذيك الطوماطيش مع البصل والثوم اللي درت لهم، رايحه نتبلها، ندير لها فلفل الكحل، نزيد لها شويه نتاع العكري الحلو، اللي يحب الحار يدير الحار، نديرو غير شويه شويه، وشويه نتاع القزبر يابس ومطحون. الملح بطبيعه الحال ندير غير قيس لاصوص طوماط تاعنا، ردوا بالكم في الملح هكذا، وندير لها شويه تاع المعدنوس باش يطلق لنا البنه تاعو، غير شويه، مش كثره التوابل ولا كتكثري المعدنوس الماكله تجيك بنينه، لا. اذا بهذه الطريقه نخلط مليح مليح حتى تشوفي هذيك الطوماطيش عاود طلقت الزيت نتاعها. بعد كي نشوفها عاود طلقت الزيت نتاعها ندير لها شويه نتاع الماء
داك واحد نص كاسوله، تعاود تغلي لنا مليح مليح، تعاود تطلق لنا البنه تاعها تتجمر لي ونطفي عليها. بعد ما درت مقله سخنت الزيت، كنت قليت فيها من قبل البوراك ونقلي فيهم هاد لي بولات. الزيت ما تكونش بزاف، النار ما تكونش قاويه لانه راني حابه نطيبهم 100%. اذا نستف لي بولات تاعنا، اذا نبدا نقلب فيهم كامل الجهات غير بالعقل، النار ماشي قاويه متوسطه هكذا باش يطيبوا لنا مليح مليح. من بعد ما طابوا وتحمروا لازم يطيبوا لنا مليح مليح، نحيهم. اذا نصفيهم كامل هذيك الزيت ونحيهم وراهم واجدين معنا ولاصوص تاعنا واجده. اذا من بعد حكمت هكا طبسي، درت فيها هذيك لاصوص طوماط اللي كنت وجدتها من قبل، ونحكم هذوك لي بولات اللي طيبتهم تاع لا فيونداشي بالسلق ونصطفوهم هكذا. دوك انا مانيش حبتهم يتشمخوا كامل بلاصوص طوماط، يجوا هكذا يعطيكم واحد البنه هايله، ولاصوص طوماط اصلا تجبنينه. الوصفه تاعنا هي معنا واجده، ستفتهم زدت لهم فقط انا دوائر تاع بطاطا باش يولي طبق يعني متكامل ويشبعنا. ها هو معنا، ما عليكم غير تجربوهم لانهم هذوك لي بولات يجوا بزاف بزاف خفاف. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا يعني القوام تاع هاد لي بولات كيفاش يجوا. اذا بسم الله، يجوا طريينه ما يجوش ناشفين، وهذاك الفرماج اللي درتوه في الوسط رائع، الواحد البنه فيهم رائعه. يلا شوفوهم عن قرب. اذا ها هما معنا، ما عليكم غير تجربوا الوصفه، متاكده راح تنال اعجابكم. هكذا فقط باش نحي لكم الحيره واش طيبوا. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، بالصحه فطوركم والى اللقاء.